ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وصفتنا النهارده سهله وبسيطه. هنشارك معاكم الغدا بتاعنا النهارده. عايزين تعرفوا احلى طريقه لعمل السمك السنجاري، يبقى كده حاجه اللهم بارك كده. بصوا، الخلطه جميله جدا وطريقته سهله جدا وابسط من البساطه، وشويه رز كده صياديه اللهم بارك، وشويه سلطه بلدي، والحمد لله فضل ونعمه. خشوا عندي تعالوا في الفيديو في قناتي منوعات واكلات سهله وبسيطه، وانتوا تعرفوا احلى طريقه لعمل السمك السنجاري. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بوصفة سهلة وبسيطة. الجو حر بقى، فقلنا نعمل ايه؟ قلنا نعمل شوية سمك سنجاري كده هيعجبوكم قوي. جبنا هنا دول عندنا 3 سمكات ماكريل، رحت مقطعاهم ايه سنجاري. انا هعمله في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وجبنا هنا عندنا جبنا فلفل رومي وفلفل شطة، وجبنا جزر مبشور وبصل وطماطم. قلبناه كده كله كده في بعضه كأنك هتعملي سلطة، يعني كأن ايه هعمل السلطة. الفرق بينها وبين السلطة البلدي بتاعتي اللي انا عاملاها ان انا ده حاطه لها ايه خيار. كده هنقلبها في بعض. وعندنا انا دايما بقول لكم ايه الهريسه اللي انا بعملها، هريسه الشطه دي حلوه قوي، اللي هي توم على فلفل على توابل على خل على ايه ليمون. هناخد منها كده معلقه حلوه محترمه كده ونحطها ايه عليها، نتبل الايه التتبيله بتاعت السمك، نقلبها كده. الله على الريحه جميله حلوه قوي الهريسه دي. شايفين انا عامله برطمان قد ايه؟ البرطمان ده بيقعد عندي في الفريزر، يعني لسه عاملاه النهارده لانه كان خلص، جددته تاني. اي فلفل عندك دبلان كده في الفريزر في التلاجة هاتيه وافرميه مع شويه توم كده، وحاجه جميله. توم وفلفل رومي وفلفل حامي وفلفل الوان وكل التوابل اللي عندك، شويه خل وشويه ايه وشويه ليمون. هتعملي احلى برطمان ايه حلوه التتبيله اللي هي تحطيها بقى للبتنجان للسمك لاي حاجه. كده خلاص قلبناها في بعض. هنحط بقى ايه التوابل اللي عندنا. نحط شويه كزبره كده حلوين، السمك بيحب الكزبره. وهنحط شويه بصل بودر، وهنحط شويه شطه. الشطه دي اختياري، انا بحب الشطه فهحط شويه حلوين كده يبقى مشطشط كده كويس. وبرده احنا حاطين توم بس هنحط توم بودر. خلاص نحط كل التوابل وفلفل اسود وكمون. اقلب بقى كل التوابل في بعض والخلطه وارجع لكم. بصوا يا حبايبي، شايفين التتبيله ما شاء الله. حطيت لها شويه زيت بقى وشويه ليمون، ليمونه كده وشويه خل كده. خلاص احلى تتبيله للايه للسمك اللي عندنا. اعملوه في البيت، السمك موفر وحلو قوي. بس السمك والله غالي قوي يا جماعه، مش عارفه ليه كده يعني، مش عارفه فيه ايه. يعني مش زاد مثلا 5 زي ما يكون بيزيد بالجنيهات، لا بيزيد بالعشرين والتلاتين يعني. انا جايبه 3 سمكات حلوين على ايه على قدنا. اعمل شويه رز معاكم برضو، رز صياديه حلو قوي. بصي غرقيها كده بالتتبيله اهو. انا كده كده دهنه الايه الصاج من تحت او الصينيه، دهنيها زيت، دهناها زيت وانتي برضو دهنيها زيت. بصوا بقى، لو عايزين تحطوا بطاطس تحت اي خضار حطوا، هيستوي مع السمك هيبقى خطير. بس انا بصراحه مش حابه يعني، عشان كنت لسه عامله ايه عامله صينيه بطاطس امبارح، فانا عايزه اجدد، مش عايزه ايه يبقى بطاطس على طول كله يعني. عايزه بطاطس كوسه حطي. خلاص اهو. كان في كام بطرخ كده لقيتهم حلوين برضو، احط عليهم شويه ايه انا بحبها. بس كده كل الخلطه. انتي طبعا حسب الخلطه اللي بتحطيها، حسب ايه حسب مقدار السمك يعني. انت طبعا عينك نظر عارفه هتعملي قد ايه يعني. شوفي الخلطه يا دوبك اهي بالظبط. حلوه قوي بقى دي اما بتتبل كده. وبصوا انا طبعا السمك كنت غسلاه كويس وحطاه في مصفى مصفيه عشان ينزل اي ميه، عشان الميه ما تنزلش كده ايه في التتبيله وتحسي ريحه السمك زفر معاكي. خلاص ايه تغسليه وتصفيه الاول في مصفى زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اهو. بس كده خلاص. هو هينزل ميته على فكره، وانت كده كده ازدهنا الايه الصاج زيت. يلا يا جماعه صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا كده دايما وانتوا بتعملوا اي اكل، صلوا كده بركه ربنا كده وبركه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ايه تبقى ربنا يبارك لكم في الاكل. ودايما دايما اقروا سوره قريش، حلوه قوي، تخلي الاكل كده حاجه روعه يعني وبتبارك فيه.
كده خلاص اهو. هنرش بقى شويه زيت ونسيبها كده ايه، ممكن مثلا تسيبيها كده نص ساعه لو انت مستعجله ساعه. يعني انت ممكن لو وراكي اي حاجه، انا اسيبها كده متبله واروح اعمل معاكم رز الصياديه وبعدين نحطها في الفرن ونطلعها احلى بقى ايه، احلى صينيه سمك او احلى سمك سنجاري هتاكلوه. يلا لو وصلتوا للدقيقه دي بالله عليكم بالله عليكم يلا لايك يا جماعه، ما تستخسروش فيا. واشتراك ومتابعه سواء على صفحتي على الفيسبوك او قناتي على اليوتيوب. اكبر بيكم معاكم ان شاء الله، ما تستخسروش فيا. يعني شوفوا صفحتي على الفيسبوك وشوفي برضو ايه قناتي على اليوتيوب. منوعات واكلات سهله وبسيطه. بصوا حبايبي، هنا بصله حلوه كده محترمه حسب كميه الرز اللي عندك، وهتنزلي بيها على الايه، على زيت. رز الصياديه او السمك احسن اعمليه بايه، بزيت او اكتره زيت وشويه سمنه صغيرين. انا بعمله بزيت بس بيبقى ليه لمعه حلوه قوي كده. وعندي برده الخلطه الاساسيه بتاعتي، التتبيله دي اللي انا عاملاها، هريسه الشطه دي هحط برده منها معلقه حلوه قوي. خلاص لحد ما ايه البصله تبقى مكرمله عندي كده. معلقه سكر برده عليه وتقلبيه كده عشان يديكي لون الايه، الكرمله كده. نفضل بقى نقلب لحد ما تاخد اللون الايه، البني اللي عندي. عشان كل ما البصله كانت فاتحه الرز السمك عندك هيطلع فاتح. غمقي البصلايه كده عشان يبقى لونه ايه، بني كده. علي النار شويه. بصوا يا حبايبي خلاص اللون اللي انا عايزاه ده كده، وانزل بالايه، غسلت الرز وانزل بالرز اللي عندي. نقلب كده، ما تقلقوش البصله ايه حرقت، لا ما اتحرقتش. هو اللون ده البصل اللون كده هيخلي ايه، اللون عندي بني، يبقى الرز عنده بني. هقلب بقى واحط برده ايه، معلقه صلصه، واحط كل التوابل اللي عندي. هفضل اقلب فيه كده لحد ما ايه، ما ياخد تشويحه، واحط التوابل وارجع له. بصوا يا حبايبي لونه عامل ازاي كده اهو. اللون ده هو اللي ايه، اللي احنا عايزينه. البصل لما يكون شوفوا انتوا ممكن تقولي البصله ايه غامقه، لا هي مش غامقه، هو كده اللون الطبيعي. هننزل بقى بايه، ميه تكون مغليه. بس كده بقى ايه، طبعا احنا حطينا كل التوابل، حطينا بصل بودر وتوم بودر وفلفل اسود وكمون وكزبره وملح، وندوق بقى ونسيبه كده مع نفسه. واحلى رز صياديه. ونرجع بقى نشوف السمك كده يا حبايبي. خلاص اهو ما شاء الله زي ما انتوا شايفين الرز ده حاجه كده اللهم بارك. يعني بصوا لونه حلو ازاي. تشوفوا البصله بقى للمبتدئين، انا عارفه ان كلكم طبعا شاطرين وممتازين يعني في الاكل، بس انا ايه حبيت اشارك معاكم الوصفه بتاعتي النهارده. كده احلى شويه رز كده صياديه، وعملنا شويه سلطه بلدي هنتبلهم بس. وايه، والسمك اهو زي ما انتوا شايفين بقى السنجاري بحركاته وتركاته. ولا بصي تجيبيه من بره غالي ولا حاجه، انت تجيبيه كده في ثانيه واعمليه. حاجه كده مش مكلفه وحاجه حلوه ونضيفه. وايه، واحلى رز ده دلوقتي. والسمك شايفين ما شاء الله ما خدش وقت خالص. شايفين يا جماعه، شايفين مستوي ازاي، حاجه كده اللهم بارك. يعني وصفه سهله وبسيطه عندي في منوعات واكلات سهله وبسيطه. يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط وعجبكم واستفدتوا ولو تركايه بسيطه خالص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.